السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في يوم جديد من ايامنا الحلوة، في ايام رمضان الجميلة، الشهر العظيم المبارك. النهاردة بقى احنا عندنا اكل، فعايزين نجدد الاكل اللي بايت عندنا بحاجة كده اضافية تشجع الولاد وما يحسوش ان الاكل ده كان بايت من امبارح. النهاردة هنعمل لفة الجلاش دي بطريقة جديدة ومختلفة، طريقة السمبوسة. يعني لا تضطر تشتري عجينة السمبوسة ولا تعجنيها في البيت. وده زيتون كان في الفريزر، هقطعه برضو قطع صغيرة. ده زيتون مقلي هقطعه قطع صغيرة واضيفه على الخلطة الجميلة بتاعتنا دي. دول قرنين فلفل بلدي، ممكن تستبدليهم بفلفل الوان، فلفل حار، تضيفوهم كلهم على بعض مش مشكلة. واللحمة الجميلة بتاعتنا البلدي دي انا قلت له حط لي عليها حتة دهنة كده، بيقول لي تاخديها يا ام دنيا، قلت له حطها زيادة الخير خيرين. ودي كوبايه بسله ونص كوبايه جزر، ودي بصلتين حلوين كده. طبعا كل الحاجات دي بتدبل يا جماعه معانا. وعايزه تضيفي على العصاج ده اي خضار بتحبيه او ولادك بيحبوه، زي السبانخ، زي البسله والجزر، مشروم، بروكلي، حاجات تقطعيها كده قطع صغيره وتعملي كل اللي نفسك بيه الحشوه الجميله دي. وهيبقى منه تجديد، عشان طبعا ما ينفعش الاكل يبقى بايت، واحنا برضو الجو لطيف مش حر قوي يعني، فحرام الحاجه تترمي والحاجه غاليه. فاحنا طبعا هنضاعف الكميه بتاعت العصاج دي بكميه الخضار اللي معانا، بحيث ان احنا نعمل مره واثنين وثلاثه منها. وطبعا اللي هيفيد مننا هنشيله في الثلاجه ونرجع نستخدمه تاني. ناخد معلقتين في الطبق، يعني على قد الحاجه اللي احنا هنستعملها، على قد احتياجاتك، وكله حسب رغبتك اللي انت شايفاه من خضار، من طريقه العصاج، من طريقه السمبوسه. الحاجه اللي تريحك اعمليها لاولادك، والحاجه اللي بيحبوها اولادك اعمليها، بحيث ان الحاجه ما يقولوش عليها لا او مش حلوه او مش مستطعمين. بس صدقيني البسله والجزر والفلفل والزيتون هيضيف لهم طعم مختلف، وهتدوقي السمبوسه بطريقه جميله قوي. وهنعمل لها كمان خلطه من على الوش كده، بحيث لما ندخلها الفرن ولا زيوت بقى ولا حاجه، عشان صدرنا وعشان الحر وعشان كميه الدهون ما تبقاش عاليه معانا. هندهنها بدهنه حلوه كده لطيفه من فوق، بحيث لما تخش الفرن تبقى مقرمشه من بره وطريه وجوسي من جوه. خلاص هنكمل بقى البصل بتاعنا ده يدبل وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي انا مش عايزه حد يستغرب ان الجلاش يتعمل بسمبوسه، لا بالعكس، الجلاش تقدري تعمليه بطرق مختلفه وطرق جميله، وتشكلي وتجددي فيه زي ما انت عايزه. البسله يا حبايبي، طبعا البسله مفيش حد ما بيحبهاش، البسله جميله جدا. طبعا البصله بصوا، لو خدتوا بالكم ان البصله لسه يا دوبك بتقول يا دبلان، يعني لسه، فاحنا مش عايزين الحاجه تستوي قوي معانا، عايزينها كده ايه، تبقى جوسي وجميله كده، وفي نفس الوقت محافظه على القيمه الغذائيه بتاعتها. خلاص احنا طبعا حطينا السبع بهارات او السبع حبات اهو، حطينا فلفل اسود، حطينا شويه ملح، وادي الفلفل كمان. الزيتون هنحطه اخر حاجه. عايزه تضيفي جبن اللي انت عايزاه، عايزه تحطي جبن، بس طبعا مش هتبقى فوق العصار، هتبقى يعني هتحطيها في قلب الحشو. خلاص هتحطيها في قلب الحشوه كده واحده واحده، وتحافظي على الباقي وتشيليه، والعصاج يفضل زي ما هو، معلوش اي جبنه ولا اي حاجه، عشان لو حبيتي تستخدميه في اي حاجه تانية غير السمبوسه تلاقيه جاهز وما يبقاش حاجه معطلاته. خلاص انا بعمل الكميه دي يا جماعه، بتنفعني كتير، لما بحطها في الثلاجه بتبقى سهله على طول على العمايل اهو. شايفين انا طبعا على نار عاليه، ما ينفعش اعمل على نار هاديه، نار عاليه عشان تمتص معايا الدهون اللي نازله من اللحمه الجميله بتاعتنا دي اهي يا جماعه. بصوا ما تستغربوش، طبعا كل ده هيدبل مع اللحمه، لان اللحمه طبعا بتاخد وقت. ولو انا سويت الخضار ده كويس وبعدين ضفت اللحمه، طبعا انا هسوي الخضار كده زياده عن اللزوم، لكن لما يكون الخضار لسه هياخد ويدي معايا في الطعم، يبقى انا ايه احط اللحمه على طول عشان يبقى كله متناسق مع بعضه وكله بياخد من بعضه الطعم، وفي نفس الوقت الخضار ما يبقاش مستوي قوي. هكمل التقليب في اللحمه الجميله بتاعتنا دي وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم يا حبايبي مع العصاج الجميل بتاعنا ده. خلاص خلص اهو. شايفين البسله بالوانها، الجزر، بصوا البسله بلونها الجميل الاخضر،
والزيتون اهو. انا حبيت بس ايه اوريه لكم كده. العصاج بتاعنا بارد خالص. حابه تضيفي معلقه صلصه مع العصاج وهو لسه بيتعمل ماشي. حابه طماطمايه ومش هتفوضي عصاج وتشيليه، لان الطماطم طبعا ايه مش كويسه في انها تتركن يعني في قلب الحشو. حابه تحطيها يعني على نسبه من الحشوه كده وتعملي بيها السمبوسه برضو هتبقى جميله. اي اضافه من البيت فيها خضار جميل بتاعنا ده هيضيف قيمه غذائيه جميله جدا للوجبه اللي احنا بنعملها. دي لفه جلاش يا جماعه اهي من بتاع الكنافه اللي عندنا العادي. خلاص هنبتدي الشغل فيها دلوقتي. هلف واحدتين وهلف واحدتين قدامكم تاني. بصوا يا حبايبي فرشه بقى معلقه صغيره زي كده، ودي ورقه واحده اهي بنطلعها نفصلها كده. الجلاش ما شاء الله الله اكبر طري. احنا جايبينه دوت من السوق عندنا عادي مش من محل ولا حاجه، بتاع كنافه عادي وقطايف. الراجل كده اللي بيبقى تريسيكل كده. بصوا يا جماعه احنا نطبقها كده اهي. السمنه دي اللي هتخليها مورقه معانا وطريه ان شاء الله ومقرمشه من بره وهتبقى زي العسل اهي. شايفين بشبعها سمنه اهو برده مش كتير يعني بالعقل كده. كمان تطبيقه بقى ركزوا معايا كده. دي كده نصين اهي ودهنتها وكمان نص اهو. خلاص بصوا انا كده ايه بعمل وبركن هنا بحيث ان انا هاخد والف على طول. انا عملت 3 هكملهم وارجع معاكم بقى وانا بحشي. ونرجع تاني يا حبايبي مع السمبوسه الجميله الخطيره الخفيفه اللذيذه دي اللي كلها حاجات حلوه تفتح نفسنا. الحشوه بتاعتنا اهي يا جماعه شايفين الالوان وحاجه بقى يعني ما بعدها حاجه اهي. نشتري ليه سمبوسه ولفه الجلاش عندنا اهي. شايفين بصوا يا جماعه قربي كده يا دنيا عشان حبايبنا يشوفوا اهي. شايفين خلف خلاف كده. وهنيجي عند الجيب ده كده وندخل ايه الحته اللي فايضه دي معانا. ولا ميه بدقيق ولا اي حاجه. مش هتطلع اللي بيقول هتطلع لا مش هتطلع. بصوا احنا هنحطها كده اهي. شايفين هتبقى على تحت. طبعا انا كنت قايله لكم ان انا ممكن ادهن وش الصينيه ببيضه ولبن بمعلقه دقيق وبيضايه وبرده لبن. لكن انا شايفه ان السمنه بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني عامله ازاي على الورقه الجلاش. هو هيخش هياخد لون ونطلعه على طول نغطيه هيطلع معانا طريه وجميله وفي منتهى الجمال. وان شاء الله تعملوها وتطلع معاكم ناجحه ودايما يا رب تعملوا كل حلو. هكمل اللف ده او هلف معاكم كمان واحده عشان اللي ما خدش باله في المره اللي فاتت اهو. البسله معسله ومسكره بشاير بقى وبقالها شويه طالعه لسه بقى ايه. البسله اللي هي قرن الغزال دي يا جماعه بتبقى مسكره جدا 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 اهي. زي الطماطم كده في ارض بتطلع الطماطم مسكره وفي ارض ايه بتطلع الطماطم. بصوا دي زياده شويه مش مهم اهي. الست المصريه مفيش حاجه تغلب اهي. اتعملت ولا لا اهي. ولا يهمكم اشتغلوا واعملوا احلى حاجه لعيالكم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنجح وتبقى زي الفل واحلى من السمبوسه اللي احنا بنجيبها او عجينه السمبوسه اللي احنا بنجيبها. ما تعاتبوش على اللخبطه ما تعاتبوش احنا صايمين وكل حاجه ايه مباح يعني سماح بقى. اللخبطه دي صيام بقى قدام النار وكده. فالحمد لله بعد الايام يا رب ارجع لكم بقى بعد ما نخلص ان شاء الله لان في صينيه ثانيه هتتعمل وندخلهم الفرن ان شاء الله واوريها لكم بقى وهي خارجه. ورجعنا لكم حبايبي مع السمبوسه الجميله اللي اول مره برضو اعملها. انا بعمل الجلاش باللحمه المفرومه عادي. بصوا يا جماعه انا ما حطيتش اي حاجه على وشه زي ما انتم شايفين كده. ده كده ده طبيعي كده من غير اي حاجه. دي سمنه بس السمنه اللي انا دهنتها من جوه. بصوا عشان محطوطه كويس وبنسبه حلوه حمرت الوش وخليته جميل ذهبي جميل اهو. عشان احنا مش عايزين نحمصه قوي احنا عايزين نحس بطعم الحاجه عشان لو معانا اطفال كمان ما تتضايقش وتسيب الاكل. وعملنا طبق سلطه الجميل ده غذا ومفيد اهو. مغذي ومفيد لحبايبنا الصغيرين والكبار اهو. في كل الخضروات اللي بنحبها. وده اللي فاض مننا من السمبوسه 5 وحدات اهو. والحشوه بتاعتنا الجميله اللي هنشيلها في التلاجة برضو عشان لما نحب نعمل سمبوسه ثانيه او نعمل جلاش او نعمل مكرونه بالبشاميل كله ماشي وكله ينفع.
عملنا ورقتين جلاش يا حبايبي، عملنا الصينيه دي وواحده زيها في الفرن. وشويه الرز ده اهو، شويه الرز الحلوين دول حبه وحبه لسه طافين عليهم برضو اهو، يعتبر ده اقل من نص كيلو رز. وده طبق الكفته او طبقين الكفته اللي هنحطهم على الفطار، عشان قلنا بقى ايه حرام الكفته حلوه ومتكلفه، فنجدد جنبها كده عشان الاكل يتاكل بالف هنا وشفا يا رب، وما نسيبش حاجه تترمي كده ولا كده، عشان الاكل بيتكلف والاكل غالي والحاجه غاليه كمان. فاحنا بنحاول نظبط الدنيا مع بعض عشان نعدي ايامنا وتعدي على خير باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. وانا قبل ما اقول لكم اشوفكم على خير نسيت اقول لكم ان انا مش دهنه الصينيه اي حاجه. بصوا معلش انا حبيت ارجع لكم تاني، شايفين الجمال اهو. دي الطبقه اللي من تحت. طبعا انا لو زودت بقى في الفرن اكتر من كده هتنشف معانا ومش هتبقى حلوه كده. انا هغطيها لحد الاذان ما يدن ان شاء الله على خير، ونفطر بقى بالهنا والشفا للي هياكل. ويا رب يكون الفيديو على قد بساطته ويكون خفيف عليكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.